السلام عليكم الحباب ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فيما كنتوا داخل المغرب خارج المغرب. تكون احوالكم طيبه وتكونوا في صحه جيده يا رب العالمين. الحباب ديالي جيت نشارك معكم هذا الزيت اللي هو ديال الاعشاب الطبيعيه. كيجي غزال زوين لتساقط الشعر، زوين بالنسبه للناس اللي باغيين شعرهم يقوى ويطول. شي حاجه واعره والله الحباب ديالي. انا كنشارك معكم في هذه القناه غير شي حاجه اللي عندي عن تجربه. كنقسم لكم بالله الا كنشارك معكم شي حاجه اللي عن تجربه. هذا زيت بالاعشاب الطبيعيه، غزاله من داك الشرفيه. هانتوما كيف كتشوفوا اليازير، القرنفل، الثومه ها هي، والقرنفل والحلبه البلديه. هانتوما الحباب ديالي كيف كتشوفوا الحلبه وزريعه البصله. داك زريعه البصله تكون زريعه البصله داك البصله الحمراء، الزريعه ديالها راه كتكون غير رقيقه وكحله ورقيقه. هانتوما الحباب ديالي هاد الزيت طبيعيه 100%. وشي حاجه الحباب ديالي غزاله. هو الثومه هرسوها غير شي شويه، غير بجغوها هكا غير شي هذا وطيحوها في الزيت، والزيت يكون سخون. ومن بعد لويوها في شي حاجه وديروها في شي بلايصه تكون مظلمه وخليوها 15 يوم. ملي غتمشيو الحباب ديالي من بعد غتلقاو هذوك الزيوت ديال الاعشاب غتلقاو فيها الاغلبيه غير ريحه ديال القرنفل. ما كتشموش الروايح الاخرين، كيولي غير ريحه القرنفل، ما كتكونش فيها ريحه الثومه. واخا فيها الثومه ما كتكونش ريحه الثومه وريحه الحلبه. يعني القرنفل كيغلب الريحه ديالو، كتغلب على دوك الروائح ديال الاعشاب الاخرين كاملين. هذا ما كان الحباب ديالي، راني كنشارك معكم شي حويجات اللي غادي نتنفعوا منهم لا حنا ولا الوليدات اللي عندهم بنيتات وصغيورات ولا وشعيرهم ما تيتزادش، تيطيح ليهم وما تيتزادش، ولا الانسان كبير ولا هذا، ولا بالاخص اللي كيديروا الصباغه لشعرهم والشعر ديالهم طاح ليهم بزاف. هذا الحباب ديالي كتنوض الخلفه، ولكن غداوموها تكون عندكم مداومه، ماشي ديروها شي ايامات وتحبسوها. تكون هذه هي هذه ديالكم، ما تبقاوش ديروا شي زيوت من غير هذه. راه الحباب ديالي غزاله وغدهنوها بواحد، تشقوا بها شعركم بواحد الساعه ولا ساعه ونص ولا حتى 2 سوايع. من بعد تمشيو للحمام ديالكم وتغسلوا شعركم وتتبعوها في كل غسله تشقوا شعركم وتغسلوه على حسب اللي بالنسبه اللي ما كيبغيش ريحه القرنفل. اما ريحه القرنفل راه كتكون زوينه بزاف. راه الحباب ديالي كتكون زوينه والنتيجه كتكون غزاله ديال الشعر اللي كيكون بواحد الكثافه وكيكون ما كيبقاش يطيح بزاف وكيقوى وكتولي الخلفه كيولي من داك الشيء رفيع. هذا ما كان العزاز ديالي. غنقول لكم شكرا لكم فيما كنتوا الحباب ديالي داخل المغرب وخارج المغرب. غنقول لكم شكرا على الاشتراك وابوني ديالكم. بالنسبه للناس الجداد وبالنسبه للناس القدامى نقول لكم الله يخطيكم عليا كل ما دار اشتراك وابوني. الله يجعلها لكم في الميزان حسناتكم يا ربي. كل ما دعم هذه القناه ديال منصف بدون جلوتين غنقول لكم الله يجازيكم بالخير وشكرا لكم بزاف. ولا مقصره الحباب ديالي في الحق ديالكم لا نتوما ولا في القناه. راني الحباب ديالي عندي مشكل في المونتاج، ما كنعرفش ندير المونتاج وما كنصيبش شكون يدير المونتاج. هذا ما كان علاش الحباب ديالي كنبقى نشارك معكم بعد المره غير هكا مقاطع غير قصار. وهذا عندي راه والله العظيم عندي مشكل غير في المونتاج. هذا ما كان العزيز ديالي. غنقول لكم شكرا لكم بزاف فيما كنتم. الله يكبر بكم، الله يدير بحسابكم. ونتمنى الحباب ديالي ديروا هذا الزيت ديال الاعشاب اللي هي طبيعيه، زيت العود مع هاد الاعشاب الطبيعيه غير اليازير والثومه والحلبه والقرنفل وزريعه البصله. كيجيو من داك الشيء رفيع، كيجيو غزالين وما يبقاش عندكم تساقط الشعر وغيولي شعركم زوين وقوي. وهذا مكان ونتمنى لكم في الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف. الله يخطيكم عليا. شكرا لكم فيما كنتم.